نرجع للمغرب. المغرب كي نقولوا ركن أساسي، أولا يجب أن نؤكد تاريخيا أن المغرب هو أقدم مملكة عربية، مملكة حديثة. نحكي على التاريخ الحديث. معنى التاريخ الحديث؟ التاريخ الذي بدأ مع الحداثة. المغرب بلد مؤسس كمملكة علوية منذ 1660 أو 66. نعم. وقبل ذلك بفترة قصيرة كانت مملكة في حدود تفيلالت ومراكش وكذا لمدة 40 عام أو كذا. بمعنى هي أقدم مملكة في العالم العربي، هي وعمان. السلطنة عمان هي أقدم سلطنة برضو، هي والمغرب، وفي تاريخ واحد تقريبا. أولا الحسن الثاني الله يرحمه كان يقول: سأجعل من مملكتي أفضل جمهورية عربية. كانت قولة يرددها الحسن الثاني في كل مرة. وكان يعتقد الحسن الثاني أنه يبني في ديمقراطية معينة، وكان يعتقد أيضا أن الديمقراطية بالنسبة للملك أو للملكية في المغرب معها هو كما لو أنها نحس. كان يقول: كلما اقتربت من الديمقراطية أبعدوني عنها. في كل مرة يريد أن يبني ديمقراطية حقيقية تأتي محاولة انقلاب، وحصلت له محاولتين انقلاب. في كل مرة يريد أن يقوم بمصالحة وببناء ديمقراطي حقيقي، يقول أنه أجد من يبعدنا عنها. هناك قوة لا تريد الديمقراطية للمغرب. أنا الآن لا أقول أن الحسن الثاني لم يكن سلطانا جبار، كان سلطان جبار، وكان ملك قوي، وكان ملك مزدوج اللسان ومزدوج الثقافة، وكان ملك يحكم ويملك. وهو يقول: لا يوجد في تاريخنا العربي ملك يملك ولا يحكم، نحن خلقنا لكي نملك ونحكم. يقول هذه ثقافة أخرى غربية، ملك يملك ولا يحكم، أي ثقافة. لكن ماذا كان يريد أن يقول عندما يقول سأجعل من مملكتي أفضل جمهورية؟ هو كان يرى أنه القمع والطغيان ولا الديمقراطية و في البلدان العربية التي تسمي نفسها جمهوريات أكثر منه في البلدان التي هي ما زالت محافظة ملكي على نظامها. نعم. الملكي. يعني أنه المغرب إذا كان ملكية ينجم يتقدم نحو الديمقراطية، والمغرب إذا كان بالملكية حافظ على بناء الدولة واستمرارية الدولة، وحافظ على مكتسبات أجيال متعاقبة. طيب رغم في الجمهوريات العربية لم نستطع أن نحافظ على مكتسبات الأجيال. كل نظام يأتي يمسح النظام الذي قبله. نؤكد أنه أنا فاهم تحركات المغرب في هذا الوقت. أولا أخذ وقت. أولا لنفهم أن المغرب كما يقول عبد الله العروي، المملكة المغربية أو القصر أو المخزن المغربي كما يقول عبد الله العروي، متقدم خطوة أو خطوتين على النخبة المغربية. هو عندما شاف الموجة الإسلامية قادمة، الملك ذهب لتشكيل حكومة إسلامية، عبد الله بن كيران. وهذا في حد ذاته عند كثير من المفكرين أنه خطوة مهمة جدا، خطوة استباقية للالتفاف على الحركة. لحظة. خذا وقت المغرب، خذا وقت حتى يشوف الخريطة ويقلب وإلى أين الأمور تصل. تحرك أعتقد أنه في وقت مناسب. ما معنى هو في انحسار الموجة؟ أولا الموجة الإسلامية انحسرت وبات واضحا أين حدودها في سوريا، أين حدودها في مصر، أين حدودها في تونس، وحتى في المغرب. والمغرب كسلطة، أحكي كسلطة، لأنه المخزن في المغرب عنده مفكرين. نعم. عنده سياسيين، عنده استراتيجيين، عنده مفكرين كمخزن. عبد الله العروي كان يعتبر من مثقفين المخزن. كثيرين. شوف، لا، لأن النخبة المغربية تشكلت بين الشارع نضال وبين القصر، لأن القصر كان مناضل في كل المراحل حتى في الخمسينات وفي الستينات، ويسمونها ثورة الشعب والملك حتى استقلالهم هكذا. كانت ملتحمة وكانوا يفكروا مع بعضهم. يعني المهدي بن بركة زعيم يساري كان صديق الحسن الثاني، وعبد الرحيم بوعبيد إلى كذا. عبد الله إبراهيم يساري كبير، كان رئيس وزراء لمحمد الخامس. ولا انقلاب عاش سجون. إنما المغرب يتقدم على مسار الديمقراطية وعلى مسار التنمية. لا نقول أنه هو المثال، لكن أنا أعتقد
وأقدر أتنبأ وأتوقع المغرب أنه سيكون نمر إفريقي في العشر سنوات الأخيرة، لأنه شفت المغرب ماذا يفعل في إفريقيا. اليوم المغرب هو أكبر بلد عربي يستثمر في إفريقيا، وأقوى قوة اقتصادية عربية في إفريقيا اليوم المغرب، والمغرب يتقدم على هذا الصعيد. إذن هذا الحلف الديمقراطي أو هذا رديف لتونس صحيح، ضعفنا 3 مرات تقريبا في عدد السكان، ضعفنا حوالي 10 وأكثر مرات في عدد الجغرافي، ولكن في الفلاحة أيضا يشاركنا في زيت الزيتون، في المواد الطبيعية والموارد الأولية يشاركنا في الفوسفات. هو يعني ثالث أكبر مصدر للعالم في المنتج للعالم في الفوسفات، وأول مصدر. يشبهنا قليلا، أيضا يعتمد على قطاع السياحة، أيضا القطاع المالي والبنكي قوي في المغرب. تعرف بأنه واحدة من أكبر البنوك في تونس، لا أدري إذا ممكن نسميها بنك الجنوب، صار تجاري بنك. هذه كفاءات مغربية حلت بتونس. يعني هو شبيهنا في المستوى الفلاحي، أيضا الصناعي، النسيج الصناعي، المناولة مع الاتحاد الأوروبي، هو شريك متميز مع الاتحاد الأوروبي. كثيرون سي صافي يعتبروا في المغرب منافس لتونس، وجزء من تطوره رهين بقاء الوضع في تونس متوتر، وهناك أزمات اجتماعية وسياسية، لأنه جزء كبير من الاستثمارات ومن الموارد ستذهب إلى المغرب. كمان أنه تقليد الكتاب الكبار، الحسن الثاني عنده القدرة على تقليد الكتاب الكبار إن كانوا بالعربية أو كانوا بالفرنسية. إذا الحسن الثاني كان معتد بنفسه، علاوة على أنه معتد ببلده وبتاريخه، هو معتد بنفسه. ما كانش فيما عدا بورقيبة كان يقول له عمي، لأنه من جيل أبوه ولأنه يحترمه. يسمي في الحسن الثاني، الحسن الثاني كان يسمي بورقيبة عمي بورقيبة. نعم. عمي، يعني تسمية هكا للاحترام وللكذا. ما كانش يعتبر زين العابدين بن علي رئيس ولا أي شيء. أولا فيما أنا أعلم وأعلمه من زمان في المغرب، أنه بن علي عندما اشتغل في المغرب كملحق عسكري، المغاربة عندهم مخابرات قوية، ومعروفة مخابرات المغرب. مخابرات المغرب معروفة في العالم، وداخلة حتى في على خطوط الأمريكان والفرنسويين والإسرائيليين، ويخدموا جيد جيد جيد، ومعتبرينهم مخابرات حديثة جدا المغاربة. هم عندهم ملف على بن علي، ويعرفوا الحسن الثاني هذا الملف، وما كانش يحب بن علي أبدا، وكان يعتبره، كان يقول عليه ما بين قوسين، وتوا تاريخ، هذا تاريخ، كان يقول عليه فويو. فهمت؟ لأنه عنده عليه تسجيلات وعنده كذا. وبن علي يبدو لي كانت عنده ممارسات إلى حد ما شوية مشينة في المغرب، وهو ملحق عسكري. يعني. قولات الإقليميين تحدثوا عليها. لا، خليني أحكي لك حكاية في الموضوع هذا، لأنه هذا موضوع مهم جدا. هي حرب تندوف، الحدود الجزائرية المغربية، تمت في 63. نعم. وسرعان ما تم وراها اصطفاف دولي. نعم. الثورة الجزائرية وقف معها عبد الناصر، وقف معها كاسترو، كوبا دعموها كثير، السوفييت إلى غير ذلك. اللي تدخل بوساطة هو موديبو كيتا في مالي. الجيش المغربي انتصر في الأيامات الأولى، ولكن هناك رواية تحكى وحكاها الحسن الثاني بنفسه، قال: جوني ضباط مغاربة وقالوا لي: هل تريد يا جلالة الملك أن تصلي في قسنطينة هذه الجمعة؟ رد عليهم الحسن الثاني: ومن يضمن لي الصلاة في الجمعة التي تليها؟ ومحصلة الحديث الحسن الثاني يقول أننا لا نستطيع أن نقاتل ثورة. الجزائر كانت ثورة وما زالت لم تتشكل مع دولة. مصر وكوبا والاتحاد السوفيتي والمغرب من معهم. أي قال: احنا إذا دخلنا في الجزائر ثورة، غلط أنك تحارب ثورة، تحارب دولة أي جيش نظامي بجيش نظامي أي. وهذه الغلطة اللي قام بها صدام حسين عندما دخل في حرب مع إيران، وهي لا زالت ثورة. ننتقل من هنا كي مشوا للقاهرة، هذه الحاجة اللي حبيت أقولها. كي مشوا للقاهرة في 64، مش في 63، لأنه الحرب صارت في 63. في 64 في قمة الإسكندرية، الحسن الثاني أتى بمفاجأة عجيبة لعبد الناصر. عبد الناصر كان يبعث طيران للجزائر، وكان يبعث ضباط، والمغاربة ألقوا القبض على ضباط مصريين أسرى، وتركهم الحسن الثاني أسرى عنده. وعندما نزل بمطار الإسكندرية، نزل الحسن الثاني، كان في استقباله عبد الناصر، ثم فتحت الأبواب لكي ينزل هؤلاء الضباط الأسرى. من بين هؤلاء الضباط الأسرى حسني مبارك.
كان ضابط أسير عند الحسن الثاني، وهو الذي سلمه إلى عبد الناصر في 64. كان طيار الوقت ذاك. هذه غير معروفة القصة، لا غير متداولة. نعم. برشا حاجات غير معروفة. على أي حال، حرب تندوف تجربة مريرة، هي انتهت ولا زالت معلقة إلى الآن. الحدود أنا فيما أعتقد أنها لم تصفى إلى الآن. وثم انتقل الصراع ما بين الجزائر والمغرب إلى مسألة أخرى، هي مسألة الصحراء. ثم تم التسويات بين إسبانيا والمغرب، ثم انطلقت مسيرة الخضراء، مسيرة التي قادها الحسن الثاني بنفسه. وأنا بصراحة أعرف الصحراء من الجانبين. أنا زرت الصحراء من جهة البوليزاري ومن جهة تندوف، وزرت البوليزاري ومن جهة العيون عن طريق المغرب. في جهة تندوف ترى شعب تحت الخيام، في جهة العيون ترى عاصمة تضاهي مراكش، والتنمية وهلم جرة، وفنادق 5 نجوم وكذا. صحيح. ميزانيات السلاح، صرف السلاح، الانفاق على السلاح قوي جدا، وتيرة قوية. الجيش المغربي يعتبر جيش مهني من درجة أولى في العالم الثالث، ويعد أكثر من 250 ألف، يعد أكثر من 250 ألف. لكن المغرب يتحرك اقتصاديا جيدا اليوم. بنية تحتية في الطرقات، أنا أعرف المغرب وأعرف البلدان العربية ككل. أنا أحكي لك على المغرب كما أحكي لك على عمان، على ليبيا، على السعودية، على مستويات متعددة. عندما أقول أن المغرب بنيته التحتية جيدة بالمقارنة مع بلدان كثيرة جيدة. عندما نقول أنه المغرب رسم لنفسه خطة استثمار بعيدة المدى في إفريقيا، صحيح. عندما نقول أن إفريقيا فاتحة ذراعيها وأبوابها للإنتاج المغربي ولرجال الأعمال المغاربة وللبنوك المغاربة، صحيح. اليوم أنت تشوف في بنك تجاري، بنك اللي في تونس، هذا بسيط. عندهم أكثر من بنك في إفريقيا، عندهم بنوك في الكوت ديفوار، 25 طابق البنك التجاري. 8 دول أفريقية. نعم. فهمت؟ أنا كنت هناك في إفريقيا عندما زار محمد السادس غينيا، وزار الكوت ديفوار، واعتقد مالي والكاميرون. وفي كل بلد، في غينيا بقى أسبوع، وفي ساحل العاج بقى 5 أيام، واطلع وشاف. ودائما يسافر مع الصحفيين ورجال الأعمال والوزراء وكذا، واتفاقيات، وكان يستقبل في الأفارقة. وأنت عندك قصة مهمة ما بين المغاربة والأفارقة، هو أنه الإسلام في غرب أفريقيا زرعه المغاربة، وأنه الحكم في المغرب الموحدون والمرابطون هو قادم من أفريقيا، وأنه ثم تاريخ. اليوم الحسن الثاني، اليوم محمد السادس والمغرب يعني مثل اللي انتبه. ما دمت تكلمنا على الدين أستاذ صافي، نعم، شيء مهم، بروتوكول اتفاق. نعم داخلين المغاربة الدين الإسلامي مهم جدا للمغاربة في أفريقيا. نعم. أنت تعرف أنه غينيا بلاد أحمد سيكوتوري. أحمد سيكوتوري كان يساري يزايد على كل يساري، وكان صديق الحسن الثاني وصديق محمد الخامس، وكان عنده نظام شيوعي أحمد سيكوتوري، ونقابي قديم ويساري قديم. العملة الغينية كان مصور فيها محمد الخامس، حتى جيب رياسة في صورة محمد الخامس. العملة الغينية كانت عنده علاقات متطورة مع ولذلك اليوم المغاربة دخلوا على خط أزواد والتوارق، وعندهم حوارات مع التوارق، وأنه في مرحلة مقبلة قد يعترفون بدولة التوارق. وهذه كله ضمن لعبة جديدة جيوبوليتيكية في المنطقة، تمتد من المغرب العربي إلى ما وراء المغرب العربي، هي بلدان الساحل والصحراء. نعم. هناك أمن المغرب العربي، هناك أمن المغرب أيضا. المغرب الأقصى أمنه يوجد في غربه وفي شرقه وفي جنوبه. جنوب المغرب هي بلدان الساحل والصحراء، ويتحرك بقوة، ومشكور. نعم. ويعرف والنخبة المغربية اللي تختلف شوية على التوانسة، أنه استفادت من علاقتها مع أمريكا. المغرب استفاد من علاقته مع أمريكا، بحيث أنه أصبحت عنده نخبة متنوعة وتتكلم بألسنة متعددة، لم تبقى منغلقة على الثقافة الفرنكوفونية. نعم. أصبحت تمتلك علاقات وأسواق ولغات وأدوات من أمريكا،
وحتى خبرات سواء كانت عسكرية أو غير عسكرية. المغاربة أنا أعتقد المغاربة في 10 سنوات إذا حققوا معدلات تنمية جيدة ستتطور ديمقراطيتهم. لا نقول هناك ديمقراطية ناجزة في المغرب، لا توجد ديمقراطية ناجزة في العالم العربي إلى حد هذه اللحظة، ولكن نقول أن المغرب هو في مقدمة هذه الديمقراطيات الناشئة وليست الناجزة. واضح. طيب.